السلام عليكم ومرحبا بكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وصحتكم لاباس نتوما وليداتكم وكاع حبابكم. ان شاء الله هذا الفيديو تلقاكم في احسن الاحوال يا رب. وكما عودتكم دائما في البدايه تاع كل فيديو نبداو كلامنا بالصلاه والسلام على سيد الخلق، عليه افضل الصلاه وازكى التسليم. اليوم ان شاء الله خياتي جبت لكم وصفات تزيريات تاع ليمون يجوا بزاف شابين في الشكل تاعهم بهذا التزيين، ان شاء الله يعجبوكم وان شاء الله تجربوهم. راح نبداو بلاباط هي الاولى، كما راكم تشوفوا راح نعبر غير بهذا الغام كان الصغير. راح ندير 3 عبار تاع الفرينه يكونوا ممسوحين، والفرينه لازم تكونوا مغربلينها من قبل. شوفوا العبر كيفاش يكون ممسوح، واللي اول مره تجربهم بيان سور تعبر بعبر اللي يكون صغير على هذا، باسكو ميم هذا وراح يقطع لكم كميه لاباس بها. انا هذه المقادير اللي حنعطيها لكم اعطوني تقريبا 45 حبه. هنا البنات كيما شفتوا درت رشه تاع الملح، شويه تاع لافاني على هذيك الفرينه. نخلط هذه المقادير مليح مع بعض ومن بعد نزيد نعبر نص عبر تاع ليدام. هنا في الإدام أنا استعملت خليط ما بين السمن والزبدة، ولازم يكونوا ذايبين وباردين، ولازم ثاني تكونوا مصفيينهم من هذاك الماء اللي يكون في الزبدة، سورتو إلا كان استعملتو غير الزبدة وحدها ولا المارغرين وحدها يجي فيها شوية تاع الماء. نتوما كي تذوبوها خلوها تبرد حتى كي تعاود تجمد، ومن بعد غير بالمغرفة هكا تثقبوها، ومن بعد هبطوا هذاك الماء ولا هذاك الحليب اللي يكون فيها، ومن بعد خدموا بها عادي. تقدروا تعاودوا تذوبوها وتخلوها تبرد وتخدموا بها. ولا الا كان درتو السمن ما يجيش فيه هذاك الماء. هنا البنات كيما شفتوا عبرت عبر خليط ما بين الماء والمزهر، كنت درت نص بنص خليتهم قدامي. وهنا راح نبسس لاباط تاعي بهذاك ليدام اللي كنا درناه. نحكوا الفرينه مليح بين يدينا باه نتاكدوا بلي كامل الحبات تاع الفرينه تغطاو لنا بليدام، وما نتخلصوا من كامل هذوك الكريات، سورتو الا كان استعملتوا السمن بالخف يعاود يكور. ومن بعد نبدا نلم في العجينه تاعي بهذاك الخليط تاع الماء والمزهر، نديرو غير بشويه ونلموا لاباط ما تكون يابسه بزاف، ما تكون طريه باه من بعد تجينا سهله في الخدمه. انا بالنسبه للعبر تاعي تاع الماء دات لي عبر غير ربع، وانتم على حساب النوعيه تاع الفرينه اللي تستعملوها. هذه هي لاباط، شوفوا كيفاش تكون في القوام تاعها. كما قلت لكم ما تكونش يابسه وما تكونش فاني طريه بزاف حتى تكون تتلصق في اليد. راح نغطيها ونخليها ترتاح ساعه ساعتين قد ما تخلوها يكون احسن. انا في الحق الصباح خدمتها وخليتها تريح ما ملحش، خدمته كي وجدت لاباط. هنا راح ندير 3 عبار تاع الكاوكاو اللي يكون محمص ومطحون، ديريات بيان سور ولا كاع الحلويات التقليديه ينخدموا باللوز، بصح راهو غالي. سي بوغ سا نعوضوه دروك بالكاوكاو، حتى الكاوكاو راه بشناه دروك. المهم البنات هنا كنت حمصت الكاوكاو بيض ما نخليهش حتى كي يحمر. وانايا دائما ندير له هذيك الطريقه تاع شغل تحويل ذوق الكاوكاو لذوق اللوز هكا باش يتطحن لي فاسيلمون، ومام يجي شغل خدمتوه باللوز، ومام كي تطحنوه راح شغل يجي مزربع كيما طعم، ما يجيش معجن وما يطلقش الزيت تاعو. هنا كيما شفتوا البنات كنت درت 3 عبار تاع الكاوكاو، وزدت عبر غير ربع تاع السكر كريستاليزي، زدت مغرفه هكا تاع ليدام. تبغوه ديروه هكا ذايب ولا تبغوا ديروه طري. انا استعملت اللي كان عندي شويه تاع ليدام ذايب خدمت به. هنا البنات كيما شفتوا زدت رابيت 2 حبيبات تاع الليم كانوا شويه كبار. دائما العقده اللي تكون فيها البيض لازم ديروا لها كميه مليحه تاع الزاز تاع الليم. وثاني زدت درت لافاني كيما شفتوا وخلطتهم مليح مع بعض. الكاوكاو جاني شويه خشين، راح نزيد نطحنوه في الروبو كيما شفتوا باه ثاني هذاك السكر راح يتطحن ويذوب بالخف. نتحصل على كاوكاو يكون بهذا القوام، مام يكونوا المقادير كامل متجانسين. عاود ترديته هنا في الريسيبيون وراح نكسر عليه 3 حبيبات تاع البيض، وانتم ديروا البيض غير بالحبه وخلطوا. انايا كان على بالي بلا يدي لي 3 حبات تاع البيض وجات هذيك هي. المهم ما زيدت ما نقصت، وراح نلم كيما راكم تشوفون ندخل مليح هذاك البيض في الكاوكاو. وكما قلت لكم نتوما ديروا غير بالحبه حتى كي تحصلوا على عقده اللي تكون شويه خفيفه، مش كيما تاع التشارك ولا تاع البقلاوه، لازم تكون هذه شويه جاريه وماشي حتى كيما تاع الديريات اللي يجوا مقروصين باليد، باسكو هادوك ما يكونوش في المول. سي بور سا لازم العقده تاعهم تكون شويه ناشفه هكا باش يشدوا لا فورم. هذا هو القوام نتاع العقده البنات، شوفوا كيفاش يكون. لازم قلت لكم يكون هكا يتلاصق ويكون شويه جاري. نتوما الا كان شدوا غير شويه ناشف ممكن نزيدوا له شويه تاع المزهر برك بلا ما تكسروا حبه بيض واحده اخرى. وما معليش الا كان درتوه من الاول انا ولا غير نسيت ما درتوش. بصح معليش انا راني نقول لكم هكا الا كان بغيتو ديروا المزهر ديروا هكا واحد 2 مغارف كبار تاع الاكل، راح يعطي بنه بزاف هايله للعقده. وكيما شفتوا البنات غسلت يديا وجيت كورت هكا شويه من العقده قدامكم هكا باش تشوفوها كيفاش تكون ليس ما تكونش تتشقق، وفاني كي يكونوا يديكم نقيين ما تكونش تتلصق فيها بزاف. هذاك هو القوام
القوام تاع العقدة. هنا كنت خليتها تريح، غطيتها خليتها تريح هي والعجينة تقريبا واحد 3 سوايع. كنت وجدت كلش صباح والعشية باه بديت نخدم مور الظهر. هنا ديت العجينة درتها هكا على شكل حربوش وقسمتها على حسب الكونتيتي التومه. الا كانت عندكم كمية كبيرة راكم حين تقسموها هكا وحدات صغار، ولا كانت العجينة تاعكم قليلة تخدموها في مرة ولا تقسموها على زوج. هنا كنت رشيت طاولة العمل بالفرينة وديت كرة تاع العجين، والكرات هذوك الزوجين لازم يكونوا مغطيين بالبابي فيلم هكا بالعجينة ما ديرش القشرة من الفوق. راح نحل العجينة تاعي بسمك ما يكونش رقيق بزاف كيما تاع البقلاوة. هنا راح نديروها الا كان درتوها في الماشينه ديروها في الرقم اللي ما قبل الاخير، اللي في الرقيق بيان سور، ماشي في الجهه تاع الخشين. وهنا البنات كيما راكم تشوفوا راني نطبع فيها هكا بكاس ولا بطابع يكون مدور ويكون شويه كبير على لي مول تاعكم هكا، باه من بعد كي ندخلوا العجينه هذه في المول، العجينه هذيك هي ما تجيش هابطه للمول، تكون كبيره خير من اللي تكون صغيره على المول. هكا الا كانت كبيره تقدروا تنقصوا بيان سور. هنا كنت قطعت كميه مليحه، انا درت غير العجينه الاولى كيما شفتوا نخدم قدامكم هكا بالوقف، بصح من بعد راح نزيد كاع نطبع العجينه تاعي بهذه الطريقه ونقعد على الطابله ونخدم في غرضي باسكو هذه الخدمه شويه تشد. ديت لي مول اللي كنت هكا غير مسحتهم برك ما دهنتهم ني بزيت ني بزبده، راني متاكده بلي لي مول تاعي ما يلصقوش. الا كان خفتهم تقدروا تدهنوهم غير بشويه مسحه خفيفه تاع الزبده. هنا البنات كيما راكم تشوفوا درت العجينه هكا في المول، سقمتها مليح هكا باش ديري لا فورم تاع المول، وراح نحي هذيك العجينه الزايده. سقموا العجينه تاعكم مليح، وكيما قلت لكم ما تكونش رقيقه بزاف كيما العجينه تاع البقلاوه، وما تكونش فاني خشينه بزاف. راح نكمل نعمر هكا حبيبات تاع المول قدامكم باش نوري لكم الطريقه، ومن بعد نروح كيما قلت لكم نقعد ونخدم اهلاز هكا حتى نكمل كامل العجينه اللي عندي. وعلى حسب شحال عندكم لي مول فاني، الا كانت عندكم كميه كبيره راكم حين ديروا كامل العجينه تاعكم في ليمون ضربه واحده، وإلا كانوا عندكم قلال ممكن طيبوا غير بشويه على حساب ليمون تاعكم. هنا كنت كملت وعمرت ليمون اللي عندي، وراح ندي العقده هذيك اللي كانت ريحت نزيد نحرك فيها شويه باسكو هذاك السكر كيذوب راح يهبط لي كامل القاع، لازم نعاود نحرك فيها شويه ولا نخلط فيها شويه ولا نعجنوها شويه كيما تبغوا. وراني نوزن فيها كيما تشوفوا، وكل وحده راح ندير فيها 40 غرام، تقدروا ديروا من 35 حتى ل 45 غرام على حسب ليمون تاعكم باسكو كاين اللي كبار كاين اللي صغار، وعلى حساب فاني نتوما شحال تبغوا هذا الديريه تاعكم يكونوا معمرين. هنا كنت عمرت كامل الحبات اللي عندي، ومن بعد زيرت عليهم غير شويه بيدي ضغطه خفيفه برك. وهنا جيت باش نخدم هذوك الوريقات ولا الورده اللي حنزين بها من الفوق. كما شفتوا حليت العجينه على حساب السمك تاع العجينه اللي من تحت، ومن بعد قطعتها دوائر بنفس المول اللي كنا قطعنا به ولا الكاس اللي كنا قطعنا به العجينه اللي كنا درناها من تحت، ومن بعد نقسمها هكا على 4 كشغل ندير علامه تاع الزائد. ومن بعد نشد مثلث من هذو من الجهه هذيك اللي جايه هكا مدوره، راح هكا كشغل نبلي هذيك العجينه ونقص شويه نزير عليها مليح ونقص غير شويه هكا باش ما تجيش العجينه بزاف في القلب تاع الحبه تاع الديريات. وفي كل وحده راح ندير 5 هكا تاع الوريقات حتى نتحصل على هذه الورده، نزير عليهم شويه هكا في الوسط باش يدخلوا في العقده ويلصقوا. الا كان خفتوهم ما يلصقوش ممكن تمسحوا هذاك الوسط تاع العقده بشويه تاع بياض البيض، ومن بعد رشقت فيهم في الوسط حبه تاع النوازيت اللي كنت هكا دخلتها غير شويه في بياض البيض هكا باش نتاكد باللي لصقت. راح نزيد نخدم هكا حبيبه قدامكم. هذه الخدمه تشد شويه اليد البنات، سورتو الا كانت عندكم كونتيتي كبيره تاع الزيريات كي تكونوا هكا تخدموا لي كوموند. ولا انا في الحق غير في الاول خدمت هكا حبات قدامكم، بصح من بعد كي قعدت قطعت العجينه تاعي هكا دي رونديل قطعتها كامل، ومن بعد حطيت كل 10 فوق بعضهم بعض تكونوا راشين بيناتهم هكا شويه تاع الفرينه با ما يتلاصقوش، وقطعتهم كيما شفتوا مثلثات وخدمتهم كامل الوريقات. ومن بعد وليت نلصق فيهم في الحبات تاع الزيريات، ومن بعد ديروا لهم الحبه تاع نوازيت ولا كاوكاو ولا هكا ديروا هكا حبه تاع اللوز على حسب شي يكون عندكم. المهم انا بغيت ندير هكا الحبه تاع النوازيت باسكو راح تعطي شكل شباب مدوره وصغيره. وكما قلت لكم ما تنساوش ديروها في البياض تاع البيض هكا باش تلصق، ومام العجينه حتلصق، ونزيروا عليها شويه هكا باش تدخل وتلصق. هنا البنات كنت غطيتهم هكا بالبابي فيلم بعد ما كملت وخليتهم باتوا ليله كامله. هنا لازم تكون عندكم كميه مليحه تاع ليمون هكا باش تخدموا الكاطو تاعكم كاع في نهار، وغدوه من ذاك باش طيبوه، سينو راح تقعد لكم العجينه. ولا كانت بقات لكم ديروها في الفريجيدار خلوها هكا تبات ليله كامله، غدوه من ذاك جبدوها مقبل بساعه ولا ساعتين، ومن بعد خدموا بها عادي. ولا
تخدموا كميات قلال تاع العجينه على حساب لي مول تاعكم. هنا الغدوه مدا كيما شفتوا كنت كي نمس هذوك الوريقات نصيبهم يبسوا، لازم يكونوا شغل هكا مقرقشين باش من بعد ما يخسروش في الفوق كي طيبوهم، لافوغ نتاعهم تبقى هكاك. هنا كنت طيبتهم في فرن اللي كان مسخن مقبل على 160 170 درجه. الفرن لازم يكون قليل بزاف باسكو لاطاط رقيقه بزاف بالخف الطيب، وما الحشو فيه غير البيض غير هو اللي يطيب صافي. موش حيدير لكم وقت بزاف في الطياب، تقريبا 20 دقيقه ماكسيموم 25 دقيقه. كما قلت لكم ردوا له البال ولازم النار تكون قليله باه ما ينحرقوا لكم. شوف اني كي طيبوهم شغل هكا مايلين للغوز، ما يكونوش حمرين بزاف باش الشكل تاعهم يجي شباب. هادو هما الدزيريات يطيبوا هكا بيوضه. هنا كيما شفتوا غير خرجتهم من الفوق، كيما شفتوا ديموليتهم فاسيلمون. دخلتهم في العسل اللي ما كنت زدت له والو، العسل اللي يكون بارد وهما لازم يكونوا سخونين. لازم تثقبوهم ثاني من التحت هكا بالكوردون باه العسل يدخل فيهم. الحبات الورا كنت نسيت ما ثقبتهمش، ومن بعد بديت نثقب فيهم وراح نخليهم واحد 3 دقائق 4 دقائق في العسل وخرجتهم باه هكا يشربوا لي مليح العسل. والتزيين تاعهم ديجا راهم مزيانين رواحهم برواحهم. انا زدت لهم غير شويه من هذا الحلوه الفضيه ودرتهم في هذه الكيسات تاع الحلويات المعسلين، وزدت درتهم هكا في هذا لي كيسات البيوضه. انا دائما نبغي لي كيسات يكونوا بيوضه باه الكاطو يجي باين. ودرتهم هكا في هذا البلا تاع التقديم. جاو بزاف شابين في الشكل تاعهم. كما قلت لكم عرفوا برك كيفاش طيبوهم، ما تخلوهمش يطولوا بزاف وما يحمروش بزاف هكا باش الشكل تاعهم يجي شباب. كاع الحلويات اللي يكونوا هكا فيهم هذا التزيين هكا بالعجينه لازم ما يكونوش حمرين بزاف باش الشكل تاعهم يجي شباب. وما في البنه جاو هايلين يا البنات وجاو معسلين حتى للقلب. كما قلت لكم بنتهم هايله روعه بزاف بنان، مخدومين بالكاوكاو بصح اون ديغي خدمناهم باللوز. انا دائما اللوز تاعي ولا الكاوكاو تاعي نخدمه بهذه الطريقه قبل ما نخدم به الحلويات، يجيني سهل في الطحين تاعو. نخدم به كيما نبغي. هذه هي الوصفه تاعنا تاع اليوم. شوفوا كيفاش معسلين حتى القلب. العسل راهي تتعصر منهم كي نزير عليها هكا بيدي. ان شاء الله تكون عجبتكم هذه الوصفه وطريقتي في التزيين تاعهم. وهنا حبيباتي نقول لكم تهلاو بزاف في رواحتكم سورتو في صحيحتكم، والى الملتقى الفيديو الجاي ان شاء الله، ومع السلامه.